يبقى يعني حريص ان هو يكلم حد اكبر منه باحترام او يطلع على الحقيقه. انا استاذ مساعد في كليه اعلام الجامعه الامريكيه، بشوف الطلبه انا بيصعب عليا فعلا اللي احنا وصلنا له في مصر. امبارح طالبه بتقول لي يعني رئيس قسم في جامعه ما وخاصه، وانا شايفه على المستوى الشخصي ان هي ما تنفعش اصلا تكون معلمه او بتوصل رساله في كليه اعلام، لان الاعلام رساله عندنا الرسول. فقالت لي الاشخاص بيقاسوا في المجتمع المصري على حسب معرفتهم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي معرفتي بفلان وفلان وفلان او علاقاتي بفلان وفلان وفلان، فانا شخص تعملي له قيمه وتقيميه في المجتمع. قلت لها يا بنتي لا، الكلام ده غير صحيح. فعلشان ارجع اوصل رساله لبنت تاني سنها 21 سنه وامسح لها بقى اللي حد تاني قبلها وبوظ فكرها، مش بس بوظ فكر واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لا شوفي كام واحده بقى في موجوده في المحاضره. فالقوى الناعمه مؤثره جدا في جميع المجالات لو بتوصل بطريقه صحيحه. احنا كمجتمع مدني بنوصل كل البيوت اللي موجوده في جميع المحافظات. احنا مؤسسه تابعه لوزاره التضامن الاجتماعي، مش بس مشهره والاشراف، لا تبع مجلس وزراء التضامن الاجتماعي. يعني اي حاجه بنعملها بالورقه والقلم. عندي 15,000 متطوع. كل فولنتير اللي عندي اللي موجودين في جامعه القاهره سياسه واقتصاد ولادنا حلوين جدا جدا، ما عندناش اصلا غير هدف الربح. ما انا مش باخد مرتب ولا جيلي بياخد مرتب ولا جيلي بياخد مرتب ولا المتطوعين دول بياخدوا مرتب. طب المتطوع اللي بينزل في مكان تاني وعندي كونسبت ان انا انزل معاك فانت تديني فلوس، فانت بوظت لي اصلا معنى كلمه تطوع. انت بوظت لي اصلا المفهوم بتاع التطوع، مفهوم ان انا انزل اساعد انسان لا اصوره وانا بديله الحاجه عشان اطلع ترين زي الدكتوره ما ذكرت، لا ابوظ له بقى المفهوم ان انا ما يبقاش عندي ولاء للبلد اصلا او ان انا اساعد. لان من الامن القومي عندنا او من اساسيات الامن القومي ان انا ما يبقاش عندي جوع، يبقى عندي صحه كويسه، يبقى عندي علم كويس، صح؟ مش دي الثلاث يعني العمود الاساسي في الامن